أسبوعين وأنا مستنكر الموضوع، ثم بعت التريلة والسيارة الكبيرة. يقول في غفلة منهم هربت ورجعت للديوانية في العراق، تركتهم كلهم ورجعت للديوانية في العراق. وقلت في نفسي هذول متوهمين، هذول فاهمين غلط. ولما رجعت لأبوي وأمي في العراق وعشت معهم ونسيت الموضوع تماما ولا أعطيته بال. بعد فترة بسيطة جو مجموعة منهم إلى شيخ خفاجة في الديوانية، كلموه وقالوا له عني وأنكرني، وقال إن ما نعرف واحد بهالاسم مع إنه يعرفني، وأنكرني. ورجعوا الجماعة إلى ديرتهم وهم خايبين إنهم ما لقوا ولدهم. المشكلة في إدريس إنه ما راح سأل أبوه وأمه، ولا راح يستقصي، ولا راح يستفهم. نسى الموضوع وفصل الموضوع في ذهنه، ما سأل أبوه وأمه، ما حاول يشمشم يشوف خبر هل هو فعلا ولدهم ولا لا. ومرت السنين، والآن إدريس عمره تقريبا 69 سنة يا جماعة، يعني 70 سنة نقول. والرجل متألم جدا على ما حصل في ذاك الوقت، وهو يعتقد الآن أن له علاقة بهؤلاء القوم، وأن له علاقة بهذه الأسرة. يحس كده إحساس كبير. جاته الاستفاقة متأخرة، لكن جت